الجمبري جامد في اي حته، بس الناس دي مختلفه عن اي حد. هتقول لي ليه؟ اقول لك ان الناس دي شغلها كله فريش، ومش بس كده، الناس دي جامده قوي في حاجه اسمها البانكوك اللي هو من فوق ده، وده اللي هنعرفه مع بعض. يلا بينا. وانا كواحد اسكندراني ما كنتش مقتنع ان اكل سمك في القاهره، بس اللي اكتشفته بقى ان هم شغالين بستايل غربي، والموضوع معايا كان غريب جدا لحد ما دقت الشوربه بتاعتهم، ودي بقى بيتحط فيها كالاماري وجمبري وماسلز وجندوفلي. نيجي بقى للسندوتشات ال 4 متر والعروض بتاعتهم الحلوه. بص بقى يا سيدي، 3 سندوتش من اللي قلبك يحبهم اللي هم الكبار قوي دول، ومعاهم فرايز ومعاهم واحده ليه، كل كوم والوجبه دي كوم تاني. بص بقى يا سيدي، بتر فلاي من اللي قلبك يحبه، ومدخلين بقى مع الصوص بتاعه كده كمبوت اناناس. وصدقني بعد الاكل الحلوه دي انت محتاج تتجوز، والله العظيم ما كلام. الناس دي جامده جدا جدا جدا، وعندهم الوجبات بتبدا من 99 جنيه. نيجي بقى للباستا وعشاق الباستا. بص بقى يا سيدي، مبدئيا كده الباستا ده هتاخدك في عالم اخر. هتقول لي ليه؟ اقول لك لو خدت واحده هتاخد معاها واحده هديه، يعني الاثنين دول واقفين عليك ب 250 جنيه. واحلى حاجه عندهم اللي مدخلين في كل حاجه الماسلز، كل السي فود اللي انت دقته في حياتك كوم، والناس دي في كوم تاني خالص. وافتكر انا قلت لك ان الناس دي شغاله غرب. يعني ايه غرب؟ يعني شغالين بالبنكو، كله شغال بالدقيق والبقسماط، واحنا هنا في التجمع الخامس في ميدان رامي هلال.